يا مساء الهنا. بما اننا بقى في موسم القرنبيط والقرنبيط ما شاء الله مالي الاسواق، هنبدأ كده نعمل كذا طريقة النهاردة مع بعض للقرنبيط، وان شاء الله برضو هعمل لكم كذا فيديو بكذا طريقة مختلفة عشان نعرف نستمتع بالقرنبيط في الموسم بتاعه. طبعا القرنبيط ما بيختلفش عليه اتنين، كبار وصغيرين بيحبوه. احنا النهاردة هنعمله بطريقة سهلة جدا، بأسهل مما تتخيلوا. الاول كده هنجيب القرنبيط بتاعنا، هننضفه كويس جدا، وبعدين هنبدأ بقى نقطعه وردات كده زي ما تحبيها صغيرة، تحبيها كبيرة زي ما تحب. انا هنا هفصصه كده زي ما انتم شايفين، هبدأ اقطع الجزء اللي هو العنق بتاعه ده. طبعا انا وانا بشتغل كده حاطه ميه بتغلي على النار عشان اسلقه فيها. هبدأ بقى اقطع القرنبيط بتاعي وردات صغيرة زي ما انتم شايفين كده. لو بتشوفيني ما تنسيش اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. طبعا هنغسله تحت ميه جاريه كويس جدا، وفي ميه بتغلي على البوتاجاز حطيت معلقه ملح ونص معلقه كمون. وطبعا لو القرنبيط بتاعك فضل عندك كذا يوم وبدأ يسمر كده، بنقدر نحط معلقتين 3 من اللبن في الميه، بيبدأ يبيض لونه تاني ويرجعه زي الفل. هنا بقى هبدأ ازود الميه شويه، ميه بتغلي. هغطي بقى القرنبيط ده حوالي من 5 دقايق ل7 دقايق، وده وردات القرنبيط بعد ما طلع معانا. بنعرف ان هو اتسلق كويس اول ما بنتك على العنق بتاعه كده، بيكون خلاص بقى تمام. هنا بقى هنزل بكوبايتين دقيق، عليهم ربع كوباية نشا او نص كوباية نشا. هنزل عليهم ببيضتين. احنا بنعمل وقت خليط للقرنبيط، الخليط ده حلو جدا. ومعانا ربع معلقة من بيكنج باودر، والبهارات بقى كمون كزبرة بابريكا، بهارات فراخ انا بحب احطها او ال7 بهارات، رشة فلفل اسمر، وكمان رشة شطة. هبدأ بقى اقلب الخليط ده كويس جدا كده. هبدأ انزل بقى بمية تدريجي كده وانا بقلبه لغاية ما ابدأ اوصل للقوام اللي انا عاوزاه. المية باردة خالص من الحنفية. هبدأ هنا انزل بحزمة شبت وبقدونس، وهبدأ اقلب الخليط. كل ما احس ان هو تقل هزود المية تدريجي، ولا اسهل من كده لغاية ما اوصل للقوام اللي انا عاوزاه. هبدأ بقى اركن الخليط ده على جنب واجهز في الخلطة التانية. هبدأ انزل بكوبايتين دقيق وعليهم ربع معلقة من بيكنج باودر و3 4 معالق من النشا، وبنفس البهارات هبهر الدقيق والنشا اللي معايا. كده معايا الخلطتين جاهزين، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. هنبدأ بقى نجيب وردات القرنبيط كده وننزل في الخليط. طبعا الزيت على النار متوسط الحرارة عشان ما يحرقش معانا القرنبيط ويفضل مقرمش معانا لآخر وقت. وعايزة اقول لكم ان الخليط ده ما بيخليش القرنبيط يشرب معانا زيت. هبدأ بقى نعفره بالدقيق كده. طبعا نقدر ناخده من الخلطة اللي عليه ونقليه على طول في الزيت، بس عايزة اقول لكم ان تعفيرة الدقيق والنشا دي ما بخليش القرنبيط يشرب زيت معانا، وبيخليه مقرمش لأطول وقت ممكن. هبدأ بقى اخد الوردات دي انزل في الزيت كده، ولا اسهل من كده. هنا بقى هنجهز مع بعض النوع التاني او في الوصفة التانية. هبدأ اخد وردات القرنبيط كده اقطعها قطع صغيرة. هنا هنعمل عجة قرنبيط او طعمية القرنبيط زي ما بتسموها. بنفس الخليط هنزل بكوباية من الحليب، هقلبه كويس جدا، وابدأ اخد القرنبيط اللي انا قطعته قطع كده صغيرة وهنزل في الخليط الحلو ده، ولا اسهل من كده. هبدأ اقلب الخليط بقى واشوف الخليط بتاعي لو محتاج شوية دقيق كمان عشان اربط بيه الخلطة بتاعتي. هنا الخليط محتاج كمان معلقتين 3 من الدقيق. هبدأ انزل كده بالبقية الدقيق اللي انا كنت معفرة بيه القرنبيط، دقيق والنشا. هنقلب بقى الخليط كويس جدا لغاية ما نحس ان قوامه اتظبط معانا. هنبدأ بقى ناخد بالمعلقة كده على طول على الزيت، لا اما هناخدها في ايدينا كده ونظبطها زي قرص الطعمية، وبرضه هنروح على الزيت على طول.
عايزة اقول لكم طريقتين احلى من بعض، والولاد عجبهم الطريقتين جدا. ان شاء الله الفيديوهات الجاية هحاول نعمل مع بعض كذا وصفة للقرنبيط هتعجبكم بإذن الله. وده شكل القرنبيط بتاعنا اللي عفرناه بالدقيق، وده القرنبيط اللي احنا قلنا عجة القرنبيط. طريقتين اسهل من بعض وبنفس المكونات تقريبا، بس الطريقة مختلفة.